ينفعش تعمل كده، انت حكم فير. ها ضيوف جديده خلاص. ثانيه واحده بعد اذنك، انت كمان اتفضل يا حكم. ها قال السيد المسيح اصلا رون اهو وصية جديدة أنا أعطيكم. مش فوق. اهلا بيكم وحلقه جديده من دوري ابطال المسيحيين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير. كل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي في الصوم الكبير، دي ايام كلها بركه، دي كلها ايام حلوه. فاحنا قلنا اكيد يعني مفيش احلى من الايام دي ان احنا نستضيف 2 هتشوفوهم في الحلقه جبارين. فخلونا نرحب باستاذ جورج، انتوا عارفينه. هاي مارينا. هاي، إيه الاخبار؟ وطبعا مستر كرولوس. هلو. وعايزه اقول لكم وبوعدكم ان انتم هتنبسطوا جدا جدا في الحلقه دي، لان انتم هتكتشفوا مواهب كتير. فخلونا من غير ما نتكلم كتير نرحب بالحكم. هلو حكم. أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ عامل ايه؟ شكرا. منورين جورج وكرولوس. كرولوس منورنا جامد لأن أول مرة ينورنا. ايوه أنت منورنا برضو يعني، فاهم قصدي؟ دخلت في حتة ما نخشش فيها. ماشي. طبعا انتوا عارفين قواعد اللعبة. هقول لكم قواعد اللعبة. قواعد اللعبة: الفورة من 10. أول واحد بيدوس على الجرس هو اللي من حقه الإجابة، ولو حد داس على الجرس وجاب الإجابة غلط بيتماينس. ده لوجيك يعني. تمام. بس لو حد داس على الجرس قبل ما خلص السؤال هسكت وهو هيقول السؤال والإجابة، يعني هيتخيل السؤال ويجاوب على اللي هو إيه بالظبط فهمه. تمام. ماشي. وده ليه؟ عشان بس احنا بنحاول يعني ندي ان يبقى يكون فير يعني. بنسيطر على الوضع يعني. بالظبط كده. ماشي. جاهزين نبدا؟ يس. انا بقالي كتير ما عملتش الموضوع دوت، فمحتاجين نشجع نفسنا كده مره واحده سريعه. سقفه كبيره. ماشي يلا. بسم الصليب. يلا. ما المقصود بهذه العباره؟ البتول سلم البتول للبتول. البتول سلم البتول للبتول. الحاجه كده، بس احنا بنشوفكم فين يعني. هي البداية حلوة. البداية حلوة. البتول ايوه، سلم البتول للبتول. البتول ده كده في 3 بتول. يعني احنا مظبوط، هما قلنا 3. ان البتول دي العذراء مريم. ماشي. سلمت مين بقى؟ البتول اللي هو بابا يسوع، او البتول او بابا سلم يسوع البتول للبتول. طب حلو. ممكن يبقى مش واحد، يعني ممكن مثلا نقول مثلا ده حصل مثلا في البشارة. لا، انا عايز اعرف مين الاشخاص دي. ما انت البتول يبقى بابا يسوع. ايوه. والعذراء مريم. التالت بقى مين؟ الملاك لو هو البشارة. ما فيش البشارة. طب ما خلاص يبقى الملاك، العذراء، سيد المسيح. لا ماينس جورج. انا بطمن بس. تصدق في مشهد تاني حد سلم حد لحد من حد، اللي هو على الصليب سيد المسيح سلم أمنا العذراء ليوحنا. الله صح. نسقف لها سقفه كبيره قوي. برافو. صح. مشاهدينهم يا جماعه برضه بتغيب وبعدين تيجي برضه. لا صح. لا صح. لا كانت صعبة صح؟ جدا. ماشي. يبقى الإجابة السيد المسيح سلم العذراء مريم البتول إلى مين بقى؟ إلى يوحنا الحبيب البتول. هذه أمك. بالظبط كده. فعلا هو كان بتول. السؤال حلو. جميل جدا. ماشي. سؤال: ليه بنطفي أنوار الكنيسة أثناء قراءة النبوات في الصوم الكبير؟ إحنا في الصوم الكبير، كل سنة وانتم طيبين الأول. ده طيب. ليه بقى بنطفي النور في قراية النبوات؟ على فكرة في أثناء قراءة النبوات في الصوم الكبير. قريبة. هو أنا عندي إجابة. قريبة. هي ليها رمز يعني. هي أيوه. بالظبط. فكر صح على فكرة. أنا لو خدت سالب تاني هتبقى صعبة، بس نجرب يعني. أوعدك أعمل كده. يلا. يعني هي ليها رمز إن هي النبوات، هي نبوات للمجيء المسيح، فهي ممكن تبقى ليها رمز إن هي
زي ما هي اخدانا من الظلمه للنور يعني. بس انت مقرب قوي الصراحه. او لا يعني انت قريب، يعني هو بيقول يعني انت مثلا هي نبوات للسيد المسيح، فهو انت بتتكلم من العهد القديم. انا مش هينقصك، فكر فيها مثلا مايكل، لو عندك الاجابه برضه فكر فيها. القديم من غير كورونا صح. كورونا صح. كنت عارف ان انا اعمل كده للاسف، بس انا ادركت في ساعتها انا عملت حاجه غلط. احنا قاعدين مستنيين. ماشي هنشيل هو اللي انت بتقوله يعني ان العهد القديم صح للعهد الجديد اللي انت قلت ان هو مش انت نبوات مقرب. للسيد ما المسيح. هو يعني اي ثينك ده طيب انا مش هينقصك. ممكن يعني قول. ممكن تبقى هي زي ما بيقولوها ان او تفسير لكلامي يعني من عصر الظلم الى عصر النور، او يعني انا عايز اجيبها ازاي. بص هقول لك انا وممكن تبقى الظلمه عهد قديم. بص الموضوع ما فيهوش ظلمه. يعني خليني واحنا مطفين الكنيسه يعني انوار الكنيسه. بص طب هقول لك انا مش هينقصك طيب. عشان انت شاطر الحمد فكرت لله. صح. عامه هقول لكم عن الاجابه. لان السيد المسيح لم ياتي بعد وهو نور العالم. تمام كده. ايوه. وايضا لتكن فرصه للتامل في معنى النبوات. يعني هو فاهم قصدي؟ تحضيرا لا انا عشان عارف ان الاجابه مش هتبقى واحده فحبيت اوفر عليكم الموضوع. تمام يعني كده. السؤال بقى اللي اجابته واحده، مم. ركزوا معايا. كرولوس وجورج بالذات، ما هو مرد الابراكسيس في احاد الصوم المقدس؟ خش انتوا عارفينها دي بقى. دي بتاعتك دي. لا هتتعازموا على بعض. طبعا وانا اكمل بقى. ها مرد البراكسيس في الاحاد الصوم. ايوه. مرد الابراكسيس بالعربي او بالقبطي. اي حاجه تيجي معاك. مش لا مش ده. ها 5 4 عايزين نجاوب السؤال ده. انت بتسأل علينا يا حكم بعد اذنك. لا مفيش دي لا دي ثوابت ما فيهاش طب تسليم هو انتوا ايه المرد بتاع الابراكسيس ايه عامة؟ اصلا. انتوا هو في انا بحاول اجيبه قبطي يعني. كان في يعني ابتدي الكلمه وانا هجيبه لك. قريبه ميفي. طب ما صح. خش. ما حدش يسمع الجرس يا جماعه. انتوا بتاخدوا رايي ولا بتعملوا ايه؟ قريبه ميفي. طب يلا يا جورج دوس على الجرس وقول لنا. ايوه بس هو قال قول لي يا كرولوس. مش حافظه. لا انا مش عايز حد يقول. لا هو قريبه ميفي صح. ايوه انت قلت الاجابه. لا صح تمام مش مشكله. يا كرولوس قلت له الاجابه دلوقتي. طيب خلونا في نفس الحته دي. احنا في الصوم الكبير بقى فانا مش هرحمكم الصراحه. ماشي. ما هو مرد الانجيل في ايام الصوم المقدس؟ برضو قبطي او عربي. عايز الاجابات سريعه عشان انا لسه مش هخرج من الحته دي خالص. انا لسه قاعد فيها. تالي ده اللي انا لسه قايله تنتنين بيه. تنكشيسي. كرولوس بتفكر في ايه؟ قول لنا. تهريني. مش عارف. ممكن. تهريني. اجابه مظبوطه صح. هو Es aren etenin Chem Becherestos Isos ben Shois Ayer novi Beshois Isos Kani evol Je'emon voken at novi Ozi emonet choisen at ko evol. مسافه كبيره. ايوه بحب الالحان دي قوي. ونديله بقى 2 بوينت بقى. خلاص بقى. احنا هنحوشهم لمين يعني؟ تمام. واحده تاني واللي هيقولها ياخد 2 بوينت. يلا انا مش بهزر في الحاجات دي. يلا بقى. ماشي. ما هو مرد الابراكسيس في ايام الصوم الكبير؟ ركزوا في اختلاف من السؤال الاولاني. انا كنت بقول لكم في احاد الصوم المقدس، وبعد كده دلوقتي بقول لكم ما هو
مرض الابراكسيس في ايام الصوم الكبير؟ ايه ايه؟ ايه طب ما هي في ايام. لا، فالايام غير الاحد. ايام مش بالظبط الأحد. كده، بالظبط. اوكي. في ايه في نوتي متهيألي. قول لي. شعري افنوتي. شهر في نوتي طب ايه، تاخد شاطر بوينت أوي. ولا تكتفي بكده؟ اكتب في البوينت معاك. صح صح يا كبير. صح، برافو برافو. حوش عشان اللي قدام هيبقى صعب. انا حاسس. سؤال، احسب الآتي. تمام. السيد المسيح عمل معجزتين بارك فيهما السمك والخبز. احسب مجموع الآكلين مع عدد القفف المتبقية كلها. الاكلين. اوكي. بالظبط كده. ها، سؤال جامد. طبعا انا عارفه معجزه واحده. الاكلين مع الأوفر. مع الأفق المتبقية. المتبقية. عايز اقول لك سؤال، كنت لسه اقول سؤال تاني، عايز اقول لك تاني لا. قبل ما اجاوب. تقريبا لا. قول. 5012. دي الاجابه؟ لا، ماينس. تمام. بس هي في الالافات. انتوا وديتوا كده صح؟ ايوه، المعجزه الثانيه ايه؟ هو 5000 ده متهيألي مش 5000 كانت 50000. بصوا هسهلها لكم، ركز معايا انت. ثانية، هو في رجال ونساء. في 5000 في الموضوع، في 5000 يبقى هو صح. ماشي. في 5000 في الموضوع. انا كده سهلتها قوي. كده ناقص لك المعجزه الثانيه وعدد الأفف بس كده. المعجزه الثانيه بقى كان فيها كام بني ادم؟ ما دي مش عارفاها. لا حكم مش عارفاها. كانوا نحو 5000 رجل. دي الأولانية. ماشي. و12 أف انت فقال قلت صح. لهم ما هو ده اللي أنا سألتك فيه. ال 5000 رجل. مش هتفرق بس ولا هو ده انت العدد ولا اللي انت عندنا. هتحسب بقى لا 5000 لا، عشان 5000. العدد اللي عندنا. طيب. ده العدد اللي عندنا. يتكئوا في كل موضع 50 ففعلوا هكذا تكون مجمعين. دي دول نفس ال 5000 والسمكتين ونظر الى السماء وبارك. حلو يا كرولس. دي كده المعجزه اللي هي المشهوره. احنا يا جماعه بنحسب دي بقى معجزتين. المعجزه في الثانيه. لسه انا في- بكلمكم عن المعجزه الثانيه فين عشان يطلع الرقم اللي انت قلته بقى. خليني وانتوا بتفكروا لكم السؤال تاني واخر مره هقوله. ماشي. اوكي. السيد المسيح عمل معجزتين بارك فيهما السمك والخبز. ماشي. احسب مجموع الآكلين مع عدد القفف المتبقية كلها. انتوا بتفصصوا حاجات في السؤال صح؟ هم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. حلو. تمام. اللي هي القفف المتبقية. ما انت هتجاوب؟ هو بيفضفض. ما انت بتفضفض، ممكن هما يجاوبوا، خلي بالك. ها يعني ممكن ياخدوا منك الإجابة. ممكن يكون العدد ده مثلا مضروب في مرتين مثلا. طبش بقى ولا ايه؟ انا مش عارفه. بالالافات يا انا جماعه. مش عارفه المعجزه الثانيه. بالالافات. المعجزة الثانية يبقى مش فاكرها. 10024. انا ضربتها في 2. بس لا المعجزه الثانيه مش عارفه الرقم. كان نحو حاجة. 5000 رجل. ما دي وقال الاولى. لهم دي لا دي المعجزه الثانيه ايه؟ توتال الناس في المعجزه الاولى بلس توتال الناس في المعجزه الثانيه بلس الاوبشن الباقي هنا وهنا. ايوه بالظبط. انت بتحسب معجزه غلط. احنا ناقصنا رقم. ناقصكم معجزه. احنا لسه معجزة. نسيبها للجمهور ولا اجاوبها انا؟ مش عارف. انتوا عايزين تعرفوا الاجابه؟ بصراحة. لا بجد؟ لا خلاص هقول. ماشي. المعجزه الاولى 5000 ماشي قالها. و12 قفه. قالها. والمعجزه الثانيه ايوه هي دي اللي احنا عايزين نعرفها. 4007 قفف. على المعجزة الثانية ما فيهوش. المجموع الكلي 9019. تمام. اوكي. انت تمام معايا ولا انت تمام؟ كنت بعدهم واحد واحد بس. الواحد ما خدش. بس كده اوكي. ماشي. لا حلو السؤال ده. تمام. من قائل بقى من يهرب من الضيقة يهرب؟ اكيد هيقولها طبعا. كان بقوله. الأنبابولة. صح يا جورج، برافو. اول واحد. تحتفل الكنيسة في يوم 29 من كل شهر قبطي بالأعياد الثلاثة: البشارة، الميلاد، القيامة، ما عدا شهرين. فما هما؟ أنقرران. البشاره، الميلاد، القيامه. تمام. صح؟ ما عدا شهرين. بالظبط. اصغر شهرين.
اللي ما فهمش مش 29. شهور الطيب. شهور الابتداء طبعا. شرطية نسيت هو منهم. في نسيء بس. تاني بقى. اسئله صعبه قوي. طيب ليه بيعمل اسهل انا بقى. ماشي. اسهل. مين اللي بيعمل كده؟ ده ابويا. اسئله 100 100. انا متأسف. خليكم معايا بقى. اول شهر فيهم اول حرف فيه بيبدا بالطه. طوبة. اظن انتوا عرفتوه. طب انت عارف طب قول لي. الكوبا والنسيء. لا ماينس. ما هو ما فيش 29 نسيء، هو يومين باين او ماينس. نسيت صباعي. هقول لكم بقى. حرام بقى. تاني حرف. حرام. ألف صح؟ ألف؟ قول الألف. تاني حرف يعني قصدي الشهر التاني اول حرف فيه الف فعلا. طوبة وأمشير. طوبة وأبشير إجابة صحيحة. خلي بالك أنت بتساعدهم جدا يا جرولوس، ما تعملش كده، ما تبقاش طيب. أنا لسه مش متعود بقى. احنا في لا أنت لسه مش متعود بس فعلا. انا عايز اعرف بس هو مش النسيء ما هنحتفل فيهوش في 29. إيه؟ النسيء ما فيهوش 29. مش الفكرة. أنت عارف أنا هقول لك السؤال تاني. انا فاهم أنت قصدك. مركز السؤال؟ لا انت قلت لي كل تحتفل الكنيسة في يوم 29 من كل شهر. يعني هو اليوم النسيء ما فيهوش 29. 29 اصلا. ما ده يبقى 3 شهور بقى. ايوه ماشي. شهرين فيهم 29 بس ما بنحتفلش أيوة، بيه قصده شهر. كده. آه. هو بيتكلم عن يوم 29 في الشهور يعني. يعني يا رب يكون الموضوع واضح للناس اللي بتتفرج. ايوه صح. شكرا. ريني معانا على الخط. تحفة. سؤال سهل. يلا. اذكر 3 نبيات في العهد القديم. على طول كده سؤال سهل. لا ده سؤال سهل. استنى واجيب التالتة. ما هي واقفة مع التالتة. آم، امم آم، مارين مريم النبية أخت موسى وهارون ماشي. ويهودات. والتالتة اللي هي كانت في دماغي دلوقتي دبورة. ماشي ماينس مارين. هو في واحدة اللي هي احنا قالتهم النبية يعني. في واحدة في اللي هي قالتهم غلط، احنا النبية دي عهد قديم. احنا النبية عادة دي. وفي واحدة دي عهد اتقالت دلوقتي برضو كده يعني. سهلتها قوي يعني في إجابة اتقالت دلوقتي. دي صح. إجابة اتقالت أسرع واحدة يدوس على الجرس هو اللي يجاوب يا جماعة. طب قولوا يا جماعة. مين اللي قال؟ كورولوس على فكرة أنت محترم بزيادة، أنا عارف الناس دي. احنا مالناش دعوة. ها حد هيقول لي 3؟ بقول لكم الإجابة اتقالت، مالكم؟ ايوه هي مريم يهودت حنة. هو قال لك يهودت هي الغلط. هو انت قلت يهودت ما غير. قلتش يهوديت هي الغلط، بس أنت اللي قلته ده غلط برضه. لا يهودت مين؟ دبورة. لا أنا هسيب لك فرصة جزء من الثانية. قول بسرعة. غير دبورة. لا ثانية احنا قلنا مريم وحنة. ماينس جورج. معاك أنا بقى أفكر فيهم وأقولهم. يا جماعه يهودت امتى اتنبأت؟ يهودت انقذت شعبها بس مالهاش علاقه بالتنبؤ، هي كانت شجاعه. ولا انا بفتي بس يهودت ما اتنبأتش. مش عارف. انا قاريه ست يهودت 600 مره بس الست ما اتنبأتش. ما استنى قلتش عليها مريم. حاجة. أنا معاكم. مريم النبية دي صح. عندك مين تاني بقى؟ دبورة. دبورة صح. يا جماعة أنتوا طب قلتوا حنة ماشي الإجابة. خلاص. قلتوا ما الإجابة. انا قلنا حنة. خد بقى شوية من اللي مارين قالتهم على شوية من اللي أنت قلتهم، هتلاقي الدنيا مشيت. مفيش أسهل من كده يا جماعة، أنا بسهل. ما احنا بص الإجابة معاك يعني يعتبر معاك أهي. تدخل. ما هي مريم. خلاص ها دبورة قول مش لي يا هيجرب. كرولوس. مريم نبية. مريم النبية وحنة أيوه. ها ودبورة. سقفة كبيرة يا جماعة، هو كده بالظبط كده. انا مش عارفة انت ليه خدت يهودت بس. عمال اقول لك وانت ما احنا قلنا. يعني يهودت ما كانتش. خلينا نقول حنا النبية. حنا النبية مش حنا عشان بس. نركز بقى في السؤال الجاي ده، حلو. كمان في زوجة أشعياء برضه ادينا مش عارفة. نركز بقى في السؤال الجاي ده، حلو قوي. تمام. في صلوات الأجبية متى نقرأ إنجيل العذارى الحكيمات؟ صلاة النوم. ماينس. مين اللي مين ده؟ داس على الجرس؟ نص الليل. صح. أنا عايز توضيح. نص الليل الخدمة الأولى. سقفة كبيرة. أيوه بقى. أيوه بقى.
يا جماعه الراجل ده شاطر، خلي بالكم خلي بالكم ممكن منه. اعرف السكور؟ نقول عشان هو جورج تحت تقريبا دلوقتي. سيبوني تحت. وحيد واثنين وثلاثة شوف. 1-1-3. مش بيبان حلو والله. قوي كده. بننزل. دي حلاوه قوي كده بقى. يعني احنا بننزل. عندي سؤال صعب. مم. انا بقى في الاسئله دي ما عنديش بقى يا مرحمين في الاسئله. ماشي. عايز اكله صيامي مع المقادير، ايه ده؟ ولو طلعت وحشه هنديكم ماينس في الحلقه اللي جايه. كويس قول لي. هنعمل فول. اكله صيام يعني ما حدش لو عايز تحدد ولا مكتوب ورانا يا جماعه. لا انا عايزك تقول لي اكله غير الفول. طعميه. قول لي الطعميه. طيب. بس انا عايزها مش اللي هي ايه، مش اللي هي بتبقى ناشفه كده وصغيره كده. محشيه. عايزينها محشيه محشيه. قوم اعمل 3 سندوتشات. وعايزينها اللي هي الكبيره اللي هي ايه بتبقى عدس. طيب تبقى فلافي كده. عدس. لا انا عايز اللي هي الطعميه الفلافي معلش. البيكنج باودر عليك وعلى البيكنج باودر. قول لي المكونات. بتجيب الفول اللي هو من غير قش. المشوش. فول ماشي. مشوش. بيتنقع. ماشي. بعد كده كتر خضره. بتحط بقى الخضره بتاعت الطعميه وكده اللي هي ممكن الخضرة كلها. بقدونس اي حاجه. وبصل وكرات وحاجات كده. بعد كده الكلام ده كله وبصل بيتحط بيتفرم الكلام ده كله. بقى عندك العجينه بقى. بس تحط توابل بقى بالظبط. بس على حسب دي على حسب الرغبه. ايه الفرن؟ لا الملح. تمام. بس وقبل ما تقلي بقى احط سنه بيكنج باودر هتظبط. وسمسم. ده بيكنج باودر ده يخليها فلافي. تنفش. مع تحيات ولازم تبقى- برنامج كل واشكر. بالظبط. يعني يا رب تكون يا ست الكل استفدتي معانا. انا من ست الكل وكان معايا. ماشي. نسقف له سقفه كبيره ونديله البوينت. حلوه الطعميه برضه. ثانيه كرولوس انت وصلت ل4 كده صح؟ بس انت ليه ما حطيتش سمسم والحاجات دي؟ حسب الرغبه برضه. حسب الناس ما الرغبة. بتحبش ما ممكن يتحط كزبره برضه ناشفه. حسب الرغبه. صح. الله. ايوه صح. كزبره. لو عايزين كزبره دي حلوه دي. قول لي ازاي نعملها محشيه واديك درجتين. لا خلاص. ماشي انا موافق. لا خلاص. هنجيب الحشوه ونحطها نقفل عليها بقى كده يا بنت كده شويه دي حكم. لا خلاص. ما انت يا باولو. ماشي. لا بس عايش يعني. على فكرة يا حكم ما كنتش عارفة طريقة عمل الطعمية. ولا انا طبعا. كويس استفدت ما بعرفش صح ولا غلط، بس انا حاسس ان هو بيتكلم بجد. لا صح. طيب حذرنا. تمام. اذكر مرتين قيلت فيهما هذه العبارة: هذا هو ابني الحبيب. ماشي. سؤال صعب. لا مش قوي. سؤال صعب معاك. طبعا هذا هو ابن الحبيب كانت في وقت ساعة إيه؟ حلول الروح القدس او ساعة المعمودية يعني. تمام. معمودية معاك. يوحنا. معاك. والثانية التجلي. في التجلي لا يا جماعة الناس دي شاطرة ولا ايه؟ صح. سقفة كبيرة برافو. مع ايليا اديله 2 بوينت ولا ما تستاهلش؟ واضح ان السؤال طلع سهل يعني. كنت عارفاه؟ احب الناس لا كلها. طالما عارفاه. اديله 1 بوينت. ابوك ما تديلوش بقى طالما كانت سهلة قوي. ماينس. بالظبط صح. بس جورج بقى. خلاص بقى. اذكر سر من الاسرار الكنيسة السبعة لا يمكن اعادته مرة اخرى. اعادته. ايوه ايه يا حبيبي؟ معموديه. برافو يا كله. صح عاش. فعلا هو ده السر ايه اللي لا ده سهل يا يمكن جماعة السؤال. اعادته. على فكرة جورج كرولوس في الطالع فشوف الحل بقى. ضيف جديد معانا. بنرحب بيه يا جماعه في ايه؟ ما وجه الشبه في هذه الشخصيات؟ أنبا ماكاريوس، أنبا أنطونيوس، أنبا بخوميوس، مقدونيوس. مقدونيوس اهو ازاي؟ اهو كده. انبا ماكاريوس وايه؟ وانبا بخوميوس وانبا انطونيوس اه كلهم مصريين. ماينس 100. ليه انا بقيت زيرو؟ كنت اقول رهبان بس قال لي مقدونيوس فاتخضيت. اكيد مش هقول رهبان. ما وجه الشبه في هذه الشخصيات؟ أنبا ماكاريوس، أنبا أنطونيوس، أنبا بخوميوس، ومقدونيوس. حرف السي. حرف السي. ما تهزروش. ماينس.
بس وجه شبه ولا لا؟ لو وجه شبه بس مش اللي في دماغي. ما انت بتسأل عن وجه الشبه، ما قلتش وجه الشبه اللي في هو دماغك. بدين الذكر مين؟ بص انت قريب، هديك 5 ثواني تفكر. هي حاجه في اللي هو بيلعب فيها دي. يعني احنا بنك تاني كده طيب سؤال. ماشي. بقت واو وسين. أنبا مكاريوس، أنبا أنطونيوس، أنبا بخوميوس. يهوى وسي. يهوى وسين. صح يا مينا، برافو. معلش يعني بص انا مش ماينصك الصراحه. لا كرولوس ماينص لا. عشان هو بصراحه هو اللي جاب يعني المفتاح بتاع الاجابه الصرااحه. ومارينا اديها بوينت. هطلع الماينس اللي نزلت. هي فعلا اللي هي يوس اللي في الاخر. في البتاع ده؟ في السؤال. ايوه انا عايز يعني انا عايز اقول لك ان انا ما جاش في دماغي حوار الحروف. انا قاعد عارف انا عشان كده ما نقصتوش. انا عمال بقى يعني بجيب السير بسرعه. ايوه انا عارف. انا لو كانك عامل كده برضه. انا كنت اسال له انا لو كانك عامل كده. دي ورا اي حاجه مفيش. بس انا اتكت تكيت لي على حرف السين. ايوه بالظبط كده. ماشي. شافها تصلي السكرانة بعد سنة. القانا وحنا ام سموئيل. مش هكمل السؤال. سقفة. عايزه اعوض طب الحكم اعمل ايه؟ الله. شافها تصلي السكرانة بعد سنة جابت ولد وبقت فرحانة. فمن هي؟ حنا هو اللي شافها والقانا هو اللي قال عليها كده يعني. مش اداش البوينت. سوري علي الكاهن القانا مين؟ القانا ده كان جوزها. حنا ام صموئيل. ايوه وعلي الكاهن هو اللي شافها سكران. تمام. بعدين نسيها وبعدين اديها البتاع عشان بص السؤال. عشان ايه؟ بص السؤال. بص. خلاص هيسيب لي النقطه. هتسيب؟ خلاص تسيب لها النقطة. ماشي. ماشي خلاص زودي. 4 شخصيات في الإنجيل المقدس قيل عنها إنها بكت. بكت؟ السؤال صعب على فكرة. 4 شخصيات في الإنجيل المقدس قيل عنها إنها بكت. سؤال صعب. عارفة السؤال ده 2 بوينت. ايوه انا عارفه هيودي على طول. عارفه مين دلوقتي؟ أنا عايز كام شخصية بقى؟ أنا عايز كام شخصية؟ تفتكروا كام؟ انت قلت 4. بالظبط كده. ايه ده في أنا بشوفكم مركزين ولا لا؟ انت نسيت؟ انا اقول يلا. ماشي. عندك المرأة الكنعانية، وعندك المرأة ساكبة الطيب، وعندك المرأة الخاطية، وعندك كمان اللي هي كانت في دماغي دلوقتي اللي هي في حد مهم قوي. ايوه مرسى ومريم لما قعدوا يعيطوا على لا شخصيات طب ما انت قلتي المعجزه قوية. انت سيد المسيح نفسه بكى. ايوه بقى أيوة صح. يسوع. مش عارفين يا جورج يعني. انت عندك الاجابه؟ سيد المسيح. عارفه انا اتزوجت من ايه؟ سؤال بكت. يبقى ايه بقى السيد المسيح؟ اقول لكم انا بقى يعني السيد المسيح، بطرس الرسول، المراه الخاطيه، مريم اخت لعازر، ومرة ساكبة الطيب برضه. طبعا. ماشي. دول لما انا بقول انا بقول اذكر 4. طب ما انا قلت 4. وانا قلت طب ما انا انت قلت قلت باكت كمان فلما يعني استثنيت اي رجال. طب وبعدين طيب انتوا توزعوا النقط علينا كلنا. مارينا طبعا. مفيش حد اكيد مش الحكم يعني. سؤال حلو. في زياره السيد المسيح لسمعان الفريسي، ماشي. سمعان الفريسي اثر في 3 حاجات كان المفروض يعملهم. مع السيد المسيح فما هي بقى ال3 حاجات ديت؟ لما ما يدهنش رجله ولم تسكت بالطيب. والتالتة استنى عرفتهم 5 اللي هو قالهم له مباشرة. ايوه انت ما عملتش كده هي عملت كده. 4 لا خش هاتيها. بس هو هقول لك الإجابة. هو أذان سمعان الفريسي ده أذان إن السيد المسيح يعني ساب المرأة الخاطية تغسل رجله وتدهن له بالطيب رجله، فهو عرف اللي جواه فقال له يا سمعان أنت يعني مية لم تقدم لتغسل قدمي، دي أول واحدة، دي أول حاجة أثر فيها. دهن لم تدهن بالطيب رأسي، وقبلة لم تقبلني. صح كده. فدول 3 حاجات هو أثر فيهم. برافو. بس كده. سقف لها سقفة كبيرة قوي. برافو
غسل القدمين، تقبيل دهن الراس. برافو 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 برافو. ثانك يو. ايه كده رايك في السؤال؟ حلو قوي. 2 4 5. 2 4 5. انا خلينا على الاثنين. حلو قوي. عايز ترنيمه بحرف الب مع الترنيمه، مع ان انت ترنم. رنم. ايوه ماشي. مارينا ينفع اديله مايك؟ عين. ثانيه واحده معلش، هتديك المايك ده. عين. يعني لا خليك واثق. ماشي. امسكه بس تبعدوش عنك يعني، ما تقلقش، ده مش هيصفر او مش هيعمل حاجه مشكله. يلا قول. وضح بعيني. بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فعم قليل تفنى حياتي. برافو. سقفة كبير قوي. برافو 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 يا جورج. احنا سالين اديله من بوينت. زمان بصراحه. الحمد لله خدت بوي. 3 4 5. متقاربين. 3 4 5 ماشي. من انا؟ حاجه عجيبه، حاجه مريبه، في الصبح وجدت زوجتي غريبه. ده يعقوب. ده يعقوب فعلا يا جورج. برافو. حقيقه مش محقيقه. عاش. حلو السؤال. 4 4 5. ماشي. برافو برافو بنقرب. برافو. انت لسه اصلا. كملي الرسم. رتب من القديم للحديث. زمنيا. القديسه. زمنيا صح؟ ايوه. اوكي. القديسه دميانه، متياس الرسول، شمشون. قول لي. من القديم للحديث. تمام. شمشون، ايوه متياز، قدس دميان. صح. ايوه هي بالبساطه دي فعلا. صح. يعني انا مقلق ان انا لا جاوب. لا لا هي صح كده. ماشي. وهنا تعادلت الرؤوس. ايه ده 5 5؟ 4. جايه لكم يا جماعه. مبروك. عايز اسمع ترنيمه. ما تديهم لحن صوم هو مش شرط صوم يعني اي حاجه. عشان احنا في الصوم. عايز اسمع لحن في الصوم الكبير. المشهور. تبقى الرحمة. بالظبط. مفيش حاجه بال لا قصدك لحن ابتي وكده. لحن ابتي. مش هتفرق اي حاجه. قول لي. طوبى للرحمة على المسجد. لا طبعا انا عارف طبعا الرحمة، انا عارفه انا عارف طيب. بس انا بقى بقول لك يعني قول لنا بقى. طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. الصوم برافو 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 برافو. جميل قوي. مبدعين. بقول لك احنا معانا ناس في الحلقه دي. من بقى هي هي حكم. بقول لك الناس دي معانا ناس مختلفه في الحلقه. من بقى بص من هي أنا بقول. اخت لاوي؟ ده سؤال على فكره انا خلصت. من هي اخت لاوي؟ دينا. دينا يا مارينا. برافو. شوف هي بترهيكوا وعماله ايه تقول لك دينا. ايوه بالظبط. عشان كده انا عارف اصل بيقاطعني واحنا عارفين الاجابه. الله. احد الشمامسه السبعه كان له 4 بنات يتنبئان، فمن هو؟ عارفه اسمه. فاهمين السؤال؟ صعب أقول. كده. اسمه صعب. احد الشمامسه السبعه كان له 4 بنات بيتنبأوا. يتنبئان. قول لي. فيلبس.
2 بوينت على طول. ده بجد؟ ايه ده احنا مش عارفة. اتفاجئنا بالتو فيلبس لا ايه ده؟ احنا اتفاجئنا بالتو على بوينتس. طول. فيلبس ده مش فاهم. المبشر. على حكم. فكره كلمه الحكم بتبقى واحده دايما. حكم طبعا انا عارف حكم خلي بالك، اسال عليا، عارف انا متابع كل الحلقات فتمام. اسال عليا. جورج. لا يا جورج مفيش اجراء. تمام انت قوي. ما قلتش. الجرس هنا بقى دلوقتي. طب ما قلتش. خلي بالك عشان دي فيها ماينس فخلي بالك. يعني ما شوف، قلتش. 5 ما 4 هتشيل الماينس. كرولوس بيسخن. 3 ها يلا. هتشيل الماينس. لا هي بصي هتشيل اجابته سريعه، واثقه من نفسها، قويه. انا مش معترض. انا احب كده. انا ما اعترضتش، انا معترض على الرولز واللي حكم، والحكم ده يعني الرولز دي كلها بتاعت البرنامج دي انا اللي عاملها. ماشي. بس انت برضو صدقني ممكن ابوظ دلوقتي، ابوظ البرنامج ده، ابوظ البرنامج. لا ازاي؟ الف مبروك. ما ينفعش تعمل كده، انت حكم فير. ها ريفيوز جديده خلاص مع بقى. ثانية واحدة بعد إذنك، أنت كمان اتفضل يا حكم. ها قال السيد المسيح اصلا رولز أهو وصيه جديده انا اعطيكم، حكم. فما هي هذه الوصيه؟ انا قلت السؤال. لا انا ايه اللي قول لي يا انا جورج. كنت بشوف لما طلع فوق اشتغل ولا لا. لا تمام، كان شغال. قول لي. وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا أيوه أنت دوست. هو قال علي صوتك بقى. اخش اقول ما تقول ايوه. ايوه هي الايه كده. أنا ما سمعتش. اعطيتكم ان تحبوا بعضكم بعضا. ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ماشي. بوينت لجورج، برافو. ما جاوب إجابة سريعة. اشمعنى ده بقى ما اديتوش 2 بوينتس على طول؟ ما هو حكم عمر مش فير. ابونا اسحاق من هو؟ لما تزوج امنا رفقه؟ يبقى السؤال تاني، ما هو عمر ابونا اسحاق لما تزوج امنا رفقه؟ معرفش. ثانية بالراحة هتيجي. هل اختيارات. 30 40 50 30 ماينس مريم 40 صح، برافو. معلش محتاجين نشوف السكور. السكور بسرعه، جورج 6 مارينا 4 إيه ده؟ وكرولوس 9. 9 ألف مبروك ليك. يعني يا رب يكون بنفس راضيه وخلاص كده. استخرج اب وابنه من هؤلاء. ماشي. هابيل، اسحاق، الانبرويس، يعقوب. انت كنت لسه حاجة تانية. قولي. ممكن هيقول إجابة تانية ولا وقفت؟ قولي لي يا مارينا يلا. اسحاق ويعقوب. ده الاب والابن على طول. صح يا مارينا، برافو. في واحدة تانية هيقولها انا كنت هقول فعلا واحده تانية، بس انت حظك ان انت قلتي الاجابه المظبوطه يعني. الحمد لله. في عهد اي امبراطور كان يعيش القديس ماري جرجس؟ ده السؤال ده عليه اختلافات. لا يا جماعه دي سهله. ده كلوديانوس. غلط. ده ده كلاديانوس اجابه صح. قبل ما تقولي اي حاجه. انا بس عشان حسيت ان انت بتقولي ليه بتقولي حاجات، جاوبي على طول. ما انا بجاوب على طول. كل الناس انت اللي انت عملته معانا ده عصر الشهداء. كم كان عمر السيد المسيح؟ سؤال سهل قوي الصراحه. خلاص غيره. لا، حطوا ايديكم جنب الجرس، هقول السؤال اسرع واحد بقى يجاوب. كم كان عمر السيد المسيح عندما بدأ خدمته؟ 30. قلت لكم حطوا ايديكم جنب الجرس. 30. تمام، مش برافو. عارف لزقت مش عايز اتحرك. على أي جبل أخذ السيد المسيح التلاميذ حيث كان يصلي؟ جبل التجلي. غلط، ماينس. ايه ده؟ جبل تجلي ايه؟ حيث كان يصلي. لا جبل الزيتون. صح يا مارينا، برافو. هو أنت غشيتي الإجابة دي؟ بأمانة ربنا أبدا.
خلاص تمام ماشي. بس انا حاسسها مهمه كده فقلت اسال يعني. لا ما كان انا ما هو بتفكر- كان اسمه هي التجلي على جبل الزيتون ماشي. بس بتقال تقريبا جبل التجلي. الحركه دي تخوف. وصفه اكل صيامي تاني ما تستخدمش فيها الزيت عشان القولون ولا عشان الدهون، يعني ما تستخدمش الزيت وخلاص، ايه ده؟ وما تكونش بطاطس مسلوقه. الله. ريمي كانت لسه بتعملها ورا. لا ما حدش يعمل بطاطس مسلوقه هناك عشان مش بحبها بعد اذنكم. حاجه ما بنستعملش فيها زيت. ايوه طب ماشي انا اقول انا ممكن اخليه يفكر، هو شكله عنده الاجابه العدس لان هو بتاعي- شكله شيف، العدس ما بنستعملش فيه بس زيت. بس انا مش هينفع اخليه يجاوب لانه يكسب الحلقه بوصفه اكل، فده يبقى مش مش هينفع. هتنفع. ها محشي ورق العنب. لا بتحط بتحط لي الرز. يا جورج اي نقطه زيت في الحله انت مش عايز ايوه ايوه العدس ينفع عادي. بتخس ولا إيه؟ ايه انا ماشي على نظام دلوقتي. على فكره انت جيت في الموضوع غلط. يا هم بيحبوا الاكل ايه ده؟ وبيحبوا كده. لا انا حاسس، انا واثق ان كروز عنده اجابه مش عارف ليه. كنت اقول ممكن تساعدهم بحاجه يعني، بس انا عايز الوصفه بالظبط. انا ملاحظ ان انت بتاخد النقط بوجبات صح؟ يعني. شلولو او الملوخيه الناشفه. لا ما اعرفهاش. اسمها مش عايز. شلولو. استنى فيها. نفس اللي هو قاله ده في الطعميه ينفع بصاره من غير زيت صح؟ لا مش شلولو على فكره انا راجل بتاعه وتقلب وليمون. على فكره انا راجل ماليش في الاكل. لا استنى مش هينفع تكسب الحلقة. انا نسيت. ده خبطته على الجرس دي. لو بتتعمل بميه ساقعه. خلي بالكم الدقه بتتعمل خلي من بالكم حاجة. انا راجل ماليش في الاكل وعارف واحده ما تقولوا الفول وما بناكلوش بزيت. طب ينفع اقول بطاطس بس هو طعمه وحش، انا عايز يكون طعمه ينفع حلو. اقول بطاطس بس مش الإير فراير. مش مهروسه. في ايوه الملوخيه الناشفه دي متهيألي ما بتتعملش. اسمها شلولو. انا ما اعرفش الشلاوه والدقه ده. انت هتعرف تقولي الوصفه لا انت عايز المقادير. طبعا. لا طب هي بتحط عايز فيها وتقلبها. السؤال واضح، عايز اكله صيامي ناكلها في الصوم الكبير ما يكونش فيها زيت، تقولوا لي مكوناتها زي ما كرولوس عمل قبل كده في الطعميه. الاندومي ارمي كيس الزيت لو ارمي كيس الزيت. مش هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. كلوا مكرونه ما المكرونه انت بتعمل صلصه مش هتسلق دي. انا عارف واحده. من غير صلصه. ممكن مكرونه من غير غير صلصه. ممكن نعمل اي حاجه تانية. مكرونه بالتونه. حد مستعد مكرونة مسلوقة. يقول بنحط عليها زيت. حد يكون لو احنا بنسلق المكرونه بنحط زيت. انا عارف واحده تحبه ما تاخدوش البوينتس اللي انتوا طولتوا. أنا عارفة، نسيب الناس في الكومنتس تجاوب. انا عارفه أصلاً فكرة ممكن يسلق العدس العدس كله بيتسلق. بالمكونات يا باشا ده دوس على ويحط الجرس. عليهم قولي بتاع هو وياكل. يعني هو طبعا يعني انا مش عارف المقادير قوي بس هو مش عارفها يبقى اللي انا هتميز. بشوفه ان عادي، عادي. الميه وبيتحط فيها جزر ومش عارف ايه ايه ايوه لا انا مش عارف ايه يا جماعه. الراجل عمل لنا وصفه الطعميه من المحشيه. الف لجيت. اما مظبوط كروس. انا على فكره انا حكم يعني في الحاجات أنا دي. انا عارف. ثانيه قول لي. الميه بتغلي بنحط جزر بنحط بصل بنحط طماطم نقلب العدس اقفل سيبه هيستوي يبقى عدس نضربهم معاك. يطلع عدس بالظبط. وحط التوابل بقى. الراجل ده بيتكلم صح الصح دي طريقه جلسه. ادوا له نقط. الحمد لله. بس انتوا متاكدين ما فيهاش زيت؟ لا ايوه تقريبا فيها زيت. لا، كله؟ لا. لا الطريقة اللي احنا بتعملها بعيد عن طيب هو يا جماعه اسمه جورج في الكومنتات بقى. تمام. لو على حسب الطريقه. شوفوا حضراتكم محتاجين طريقه ايه وانا معاكم في اي حاجه. انا كان عندي واحده الصراحه بسيطه جدا الصراحه، قول لنا كده. اسمها شوربه خضار عادي جدا. صح هي نفس فكره الميه المسلوقه اللي بيتحط فيها كل ايه حاجه. هو زود بس العدس بس الراجل ده. الخضار I think لا 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 يو ثينك لا 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 هي الخضار بتحطي الخضار فوقيه الميه برضو خلاص. وشوية اخدت فلفل أسود بوينت وملح. على وجبه. سؤال: طوبى للذين امنوا ولم يروا. في اي مناسبه قيل؟ وطوبى للذين امنوا ولم يروا. توما الشكاك لما المسيح ظهر لهم في العليه. مظبوط يا جورج، برافو عاش. فمن هو المقصود بتلك العبارة؟ فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. ده أنا خلصت خلاص لو في حاجة يعني.
اقول تاني السؤال طيب. الموتى اللي موتهم في موته اكتر من الموتى اللي موتهم في حياته. مظبوط كده، مش هقول السؤال خلاص. الموتى اللي موتهم في موته خلي بالكم الراجل ده 9، جاوب الموضوع خلص. في موته اكثر من الذين موتهم في حياته. شمشون. صح يا مارينا، حلو برافو، قوي. عاش. انت كنت عارفينها؟ حلو قوي. لا ده انا كنت بفكر في حاجه تانية هي خالص. كام؟ كده ايه كنت بفكر ادي بوينت بس مش هينفع خلاص. ماشي. حلو قوي. بس فعلا شمشون اجابه مظبوطه، برافو. من هي التي ولدت نفتالي ابن يعقوب؟ هي انا ممكن اسهلها يعني. سهلها طبعا، اتفضل. هي هم جنبك هيجاوبوا يعني. بالظبط. آه. أم، اسمها راح. اوكي يلا. هو في اسمين جاريتين غير اللي اتجوزوا، بالظبط. فركز بقى. أه. يعني انا اصلا بحاول اجيب اسمهم من ذاتهم. ومتهيألي هي متهيألي كمان الجارية بتاعت رحيل يعني. ايوه مش جارية ليئة على ما اعتقد يعني. طب نجيب اسمها. 5 4 استنى بس. 3 اسمهم ايه؟ 2 انا عارفاهم يا 1. هسيب السؤال ده الجمهور. للناس تجاوبوا في الكومنتس. بس هي جاريه فعلا. ايوه. فين في العهد القديم اتذكر عقوبة في الناموس الابن الضال؟ بص، عقوبة في الناموس للابن الضال. يعني تشير للابن ده. هو سؤال بعيد قوي، بس هو انت لو بتتكلم عن عقوبه في العهد القديم، العقوبات كانت موجوده في سفر واحد. كلها في سفر اللاويين. العقوبات كلها في سفر اللاويين. اي ثينك واحد قبله، مش عارفه. ها في سفر الأسئلة صعبت ولا انتوا ايه؟ ولا انتوا نمتوا مني؟ لا، انت بتتكلم عن عقوبه اتذكرت على يعني حاجه تشبه الابن الضال، يعني هو خد فلوس باباه ومشي يعني كده، او ان هو ابن مش كان كويس. احنا هنقول ماشي. قولي لي توضيح للسؤال. لا توضيح السؤال. الابن اللي كان بيدل او بيبقى ابن عاق، يعني كان ايوه، بيعاقب ان هو مش ابنه. كويس. هو مش كان كويس. بيعاقب. طيب هي بالظبط. العقوبات كلها جت في سفر من اسفار 5 لموسى النبي. انتوا فهمتوا التوضيح اللي هي قالته؟ ان يعني اللي حصل من الابن الضال ده، أيوة. المفروض ان الابن اللي بيدل اباه او بالظبط، كده ليه عقوبة. ليه عقوبه اتذكرت قبل كده في الناموس اللي هم. بالظبط. هو ده عشان بس ما يبقاش برضو السؤال غريب بالنسبة للناس اللي بتتفرج. هي دي فعلا التفسير بتاع السؤال. ماشي. يعني من الاخر كده، الابن اللي بيسيب باباه وبيمشي ده عقوبته ايه في الناموس؟ ماشي. ما احنا بس كده بمنتهى البساطه. انا وجورج دلوقتي كنا بنتكلم ان هو اكيد بيريليت للخمس، يعني اقعدي للاسفار. كلمي انت وجورج وكرولوس هو اللي هيجاوب في الاخر. ماشي. للاسفار يا كرولوس اللي هي كانت في كتبها موسى النبي. هي كانت في سفر فيهم كان بيتكلم عن العقوبات. تاني يقتل. انا اعتقد لا ثانيه واحده، انا مش عايز العقوبه، مال عايز السفر. انا عايز السفر. لا السفر. انا بقوله حاجه تانية. ماشي. ما انا مش عايز اجازف، بس هي العقوبات كانت كلها في السفر. انا بقول اللي في التثنيه. تثنية. انا بقول كده. اللاويين. انت بتقول ايه يا كرولوس؟ لا لا تمام انا مستني. الراجل خلاص هو بقى قاعد فوق مستنيكم انتوا تشوفوا انتوا هتعملوا ايه. ما تخش بعدين تنقص نقطه ولا حاجه. ما انا مش عايز اخسر نقط بصراحة. خلي بالكم، لو عدد تثنيه خلي بالكم، ولا العدد. يا لهوي. الاجابه اتقالت يبقى في اللي احنا في قلناه. النص من اللي انتوا بتقولوه ده. يبقى في اللي احنا قلناه. يلا انا مسهلها لكم بقى، يعني برضو يبقى مسهل لكرولوس. خلاص، خلي الإجابة بالك اللي احنا اللي هم قالوه ده في منه الاجابه. تيجي. يعني نخسر بقى. هو يعني لا قول لي السفر الاول بعدين نوضح. لا هو اللاويين، سفر اللاويين. ماشي ماينر خلاص. التثنيه. التثنية إجابة مظبوطة يا مارينا. قالوا في التثنيه العقوبات كلها. بوينت المارينا. 9 9 7. إيه ممكن تقول لنا العقوبة؟ العقوبة في العهد القديم كانت إن
ان الولد لما كان بيبقى خلاص عاق جدا واهله خلاص مش عارفين يتصرفوا معاه بينصحوه ما بيجيش، بياخدوه لشيوخ المدينه، والشيوخ كانوا بيحكموا عليه بان كل رجال المدينه بيرجموه لحد الموت. ده كان في الناموس. يعني ان شاء الله يعني ما يحصلش حاجه زي كده ابدا، لان الموضوع صعب خلاص جدا. كان زمان، ربنا بيسامح دلوقتي. صلح ده خالص، صلح الموضوع ده في حكايه الابن الضال. وضح ايوه الموقف ان ابوه استقبله يعني. ايوه شفت استاذه قريني سقف القريني. عايز فاصل ترنيمه حلوه انتوا حافظينها، باستثناء طبعا مارينا هنشيلها كانها يعني فاهم قصدي؟ هي هتعمل اي حاجه ما عدا ان هي ترنم معاك. احنا ممكن هي هتعمل الاشارات، انتوا يعني كرولوس، اتفقوا مع بعض. انا وكرولوس انتوا كرولوس ممكن ورنموا ترنيمه هي هتبقى اللي هي بيقولوا عليها السكند، هي اللي هتبقى من ورا اللي هي بتقول ماشي. عارف اللي هو الايكو ده. ماشي. لا اختار. مش عارف حاجه ليها علاقه لا براحتكم خالص، ده فاصل ما اعلاني. بتحبوها يعني. رحلة جميلة وياك. في ايه يا مدن؟ اختار. ممكن ده فاصل اعلاني. ممكن نحتاج الترنيمه دي في الفتره اللي احنا فيها. يا ريت تبقى للصيام الكبير. للصيام الكبير. حاجه مثلا فيها سامحنا، حاجه فيها سامحنا يا فادينا مثلا، حاجه فيها مثلا كده مثلا، حاجه فيها ايه؟ ماشي نقول سامحنا فادينا بالدموع يا رب مثلا. يعملوا لنا كوكتيل حاجة كده ميدلي، يعني. يعملوا لنا ميدلي. عارفين الميدلي ده؟ تغاضى عن خطايانا عظم لطفك ويانا وضع يدك علينا وبارك الجموع وضع يدك علينا وبارك الجموع وسامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع نوصيك بعمل ايديك خدامك والسامعين خطاوي مؤمنين اوردهم للينبوع خطاوي مؤمنين اوردهم للينبوع ولا حاجة نستاهلها من اللي بتقدمها دي محبتك غمرتنا نسجد لك بخشوع دي محبتك غمرتنا نسجد لك بخشوع على القلوب بتقرا وطوبى للي يسمع ويتوب توبة من قلبه توبة من غير رجوع ويتوب توبة من قلبه توبة من غير رجوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع عيوننا بتتراجاك مليانة بالدموع
جماعه اشعرتوني. طيب جاهزين بقى نرجع تاني؟ ده كان فاصل لذيذ. عايز اديكوا بوينتس على اللي انتوا عملتوه ده، بس طبعا مش هينفع يعني. انا بس قلت- يعني اجركم عظيم في السماء. الله الله. إيه الحكم ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ بس تمام يعني. ربنا يعوض طبعا محبتك. ماشي. سؤال سرعة سهل، يعني كل حاجة في الدنيا، فأسرع واحد يدوس على الجرس هو اللي أكيد عنده الإجابة. ماشي. جورج أنت معانا؟ اه إيدك فين؟ لا لا سريع. براحتك. براحتك. جورج هو بيخسر. ماشي. سؤال سرعة، اذكر كل أحادي الصوم بالترتيب. هو الصوم الكبير طبعا. ايوه اذكر كل أحادي الصوم بالترتيب، ده سؤال سرعة. هو ازاي لحد دلوقتي مش هو عارف؟ سهل خش. جدا. احنا نراجع. بالترتيب بالترتيب. انتوا بتهزروا. لا هو لا اصل هو مع التوتر فاكيد في واحد هيسقط فهتلخبط الترتيب فلازم اراجعها. انا عايز حد يدوس على الجرس دلوقتي. بالترتيب بالترتيب. بصوا انتوا اللي بتدوسوا على الجرس دلوقتي هنص كلكم. لا ما انا مع اصل ما 5 4 الكنوز التجربه الابن 3 2 جورج. دوس 2 دوس. 1. ما نصيبهم هم الثلاثة. لا خلاص انا لا لسه يعني ان شاء الله هقولهم صح. ماشي قولي لي. كنوز. تجربة. عشان كده ما كنتش عايز اجاوب. التوتر بيبهدل الدنيا. بعد كده ابن الدار. بعد كده لا علي صوتك وقولي لي كده انا بقى. حاسه ان انا في حاجه لا علي صوتك عشان الناس تسمع. يلا. الكنوز. ايوه التجربة. ابن الدار. ايوه المخلع. مولود ماينس مارين. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. غصب عنك هتغلط في الترتيب. حد عنده الإجابة؟ افتكر رحلة جميلة ويسوع فيها راح نشبع. معلش يلا اكيد اعفوني انا من الحاجات. ثانيه بس ثانيه. الكنوز التجربه. يلا عشان مخدومين. الكنوز يعني نسيت واحد صح؟ الابن الضال مولود لا الابن المفهوم. عد 5 تاني وماينسكم انتوا اللي يعني هي ماينصت ماينسكم انتوا طب اللي احنا ليه بننقص؟ ما هو انا مش هجاوب. عشان ده سؤال سرعة، الربع لسه بادئ. والمفروض ان احنا يعني في حتة أبعد من كده. ايوه يا عم جورج يا عم جورج. يلا يا جورج دوس. 5 انا مش هرقص تاني. خش انت 4 خش على بنقص كتير. يلا يا كرول. كرولوس قول لي. يلا يا باشا. الكنوز. التجربه قول معاك انا. الاول. معلش. طيب احنا في حته قصناها حصل كده لخبطه ويعني الصوت باص في الحته ديت، لكن احنا ماينصنا كرولوس لان هو برده ما عرفش، يبقى كده ماريا اتماينصت وكرولوس اتماينص، احنا تمام. وقف في النص وهو بيكمل. احنا 8. تمام نايس جورج. عايز ماينس. لو انت على فكره كرولوس مارينا، لو حد حابب برضه يدوس على الجرس تاني ويجاوب قول لي. الكنوز التجربه ماشي الابن الضال ماشي السامريه ماشي المفلوج المولود اعمى المفلوج ثانيه واحده. أنا عايز ترتيب؟ لا انا صح انا الخمسه ايه؟ تاني. ثانية ده عايز الكنوز التجربه الابن الضال السامريه المخلع أيوة صح. المولود اعمى بعد كده الحد الشعنين. تسقفوا سقفه كبيره قوي، برافو. السؤال كان مجهد قوي يا جماعه. تمام كده. يبقى الترتيب اللي هو الاستعداد او الكنوز التجربه الابن الضال السامريه المخلع المولود اعمى الشعنين. تمام كده. انتوا كام بقى كده بعد اللي حصل ده كله؟ 8 ثمانيات. 8 9. هو كان 7. اوكي. 8 حلو قوي. سؤال، كم كاتب كتب الكتاب المقدس؟ صعب السؤال؟ تحب اقول لكم اختيارات؟ ماشي. اقول اختيارات كلكم موافقين؟ ماشي. 40 انا كنت شاك فيها 40. 40 اجابه مظبوطه صح. برافو. صح يا كارلوس برافو. طيب في كام سنه كتب الكتاب المقدس؟ 1500. 1500. ماينس مارينا 1600. مش عارف. 1600.
بس هي حاجه كده يعني. 1600 مارينا صح، برافو. المولود اعمى ماشي. غسل وشه في انهي بركه؟ بركة سلوان. اجابه مظبوطه يا كرولوس، ويفوز كرولوس بحلقه صعبه جدا. طويله. ايوه. جدع كده. كنت مبسوط فيها قوي معاكم. برافو يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا. احنا ما حبيناش نقول سوري. كمل كلامك اتفضل. اعلانات اعلانات. سكيب. لا انا مش قادر افهم ان احنا في 2026 الناس بدات تفهم الكونسيبت يعني. اتفضل. بس تمام يعني، فالحمد لله يعني محدش برضه بياخد اكتر من نصيب. ماشي. وتفوز مايكل بقى. هقول دلوقتي كده حالا. ويفوز كرولوس بحلقه برافو. قويه جميله. حابب بس اقول لكم حاجه قبل ما اقفل الحلقه، ان انتوا اصواتكم جميله جدا جدا الصراحه. وشاطرين جدا برضو. يا رب جداً. تكونوا اتبسطتوا. يا رب تكون يا مارينا انت كمان اتبسطتي. انبسطت قوي قوي انت قوي. بتقعدي في النص ليه يا مارينا؟ ما تمشي بقى من النص ده. قلت لكم الكرسي ده بتاعي والجرس والمايك انا حابب بس اقول حاجه بس عشان الناس بتقول لها حاجات كتير قوي في الكومنتس. يا جماعه هي صاحبه هي الهوست بتاع البرنامج، هي اللي بتقدم البرنامج دوت، ودي فكرتها والمايكات والكاميرات والحاجات دي كلها بتاعتها. شفتوا؟ فاحنا يعني ما نقدرش نقومها من هنا. هي صاحبه الكوره يعني، تمام؟ فمعلش استحملوها. لو انتوا يعني ماشي اوكي. فبنشكركم كتير. شكرا يا جورج، شكرا يا شكراً. كرولوس. شكرا. يا رب تكونوا الناس كلها اللي بتتفرج علينا اتبسطت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في قناه اليوتيوب CH Mentality، هتلاقوا عليها الحلقه كامله. وعلى فيسبوك، تيك توك، انستجرام، احنا معاكم في كل الحاجات ديت، بننزل عليها شورتس. نشوفكم على خير. باي باي. كل سنة وانتم طيبين.